دنباش گوهدارن هیوی و سلاو و ریزشورت خلق کنودش کوشیا تکنوشیان. گوهدارن هجات خلق مایا ایرودا و بریز علیج مره سرسواقا و کشین و اوریا چار سریا و کشاب آخوه. گوهدارن دلال کام بهفره گوهداریا بریز علی بکن. علي بنرجع بنأهل وبنسهل فيك بفقرتنا. أهلا وسهلا. علي هالمرة بدنا نسألك سؤال عن السواقات تحكينا عنها وعن مشاكلها وإذا في طرق إصلاح لها والفروقات الفروق بين السواقات العادية وسواقات اللابتوبات. بالنسبة للسواقات يعني بالبداية رح نحكي عن السواقات العادية كونها أكثر شيء بنستخدمها بالحياة العادية. يعني سواقات الكمبيوتر العادي في عنا لهم نوعين، في عندك الساتا والاي دي اي. طبعا هدول ميزاتهم عن بعض يعني انه بيختلف جاكي، يعني جاكة الاي دي اي بتجي عريضة، وسواقة الاي دي اي طبعا في لها جمبر بيحدد الوضعيات ممكن انها يعني تسوي تعارض بينها وبين الهارد مرات، لهيك بننتبه على الوضعية الصحيحة للجمبر. طبعا هو بيكون قريب من وسطة البيانات تبع السواقة، طبعا فيه له 3 وضعيات ننتبه عليها منيح. اما بالنسبه لسواقه الساتا فهي جاكاتها بتجي ارفع وادائها افضل يعني، وما لها يعني مثلا جمبر او وضعيات او هيك، يعني بتجي من هالناحيه اريح وافضل يعني، لانه مشاكل سواقات الساتا بتجي اقل، وطريقه ادائها بالنسبه لانه تقرا القرص تجي اقوى وافضل يعني. طبعا الجمبر هو عبارة عن وصلة توصل بين نقطتين بالسواقة، هي بتحددها إذا هي الأساسية أو الملحق. يعني مرات إذا فرضنا الجاكيت الهارد أساسي والسواقة كمان جاكيت أساسي، ما راح يعني الكمبيوتر ما راح يشوف ولا واحد منهم، لهيك ننتبه على الوضعيات. يعني إنه نخلي مثلا فرضنا الهارد أساسي والسواقة ملحق لحتى جهاز الكمبيوتر يتعرف عليهم بهالوضعية، يعني حتى بتختلف معك يعني ممكن انه ما تبين ولا اي حدا منهم اذا كان في اختلاف في الجمبر. طبعا بالنسبة للسواقات مثل اي قطعة الكترونية في لها مشاكل، في لها طرق علاج ممكن تكون بسيطة وممكن ما تكون بسيطة يعني، فهي حسب العطل اللي بتكون في السواقة يعني هي بتحدد. بالنسبة لأعطالهم ممكن انه تشغل الكمبيوتر الجهاز ما يشوف السواقة. طبعا في لها عدة احتمالات، ممكن انه وسط البيانات ما تكون مزبوطة، يعني انه فيها مشكلة، يعني فينا نغيرها. طبعا اذا ما كان منا في عنا كمان جوا السواقة في قسم التغذية ممكن انه يكون في حرق او تكون شيء قطعة مضروبة، طبعا بتأثر يعني حتى انه الباب ما بيفتح معك. وفي عنا مثلا في عندك باب السواقة ما بيفتح، طبعا في له عدة مشاكل. ممكن انه القشاط يكون رخو او مقطوع، وممكن انه يكون العطل بالموتور نفسه، او في الاي سي المسؤول عن الموتور يعني انه تكون معطوبة لحتى الباب ما بيفتح، او حتى ممكن تكون الكبسه اللي نضغط عليها لحتى نطالع الباب ممكن انه يكون تلفاني مثلا، فينا نغيرها. فينا نفتح الباب عن طريق في عندنا ثقب احتياط ممكن نحط فيه ابره او دبوس نضغط عليه ونفتح باب السواقه بكل سهوله. نطلع اذا القشاط رخو او مقطوع فينا يعني نبدله بقشاط ثاني وترجع لحالتها الطبيعيه. اما حتى يعني اذا كان الموتور مضروب فينا كمان فينا نبدل الموتور. علي احيانا بنحط القرص بالسواقه ما بتقراها او الكمبيوتر ما بيقرا، السبب هيك حالة شو بيكون؟ طبعا هلا بالنسبة لموضوع انه السواقة ما بتقرأ قرص، طبعا في لها مشاكل، يعني مشكلة ميكانيكية داخل السواقة يعني، او مشكلة برمجية. ممكن انك تحطي مثلا قرص سي دي تقرأ السواقة او قرص دي في دي ما تقرأ. في عنا قراص بتكون مخدشة كتير او عليها مثلا غبرة، لازم ننظفها بالاول قبل ما نتاكد يعني من نظافتها قبل ما نحطها بالسواقه. ليش اذا كان مخدوش مثلا ما بيقرا؟ اذا كان القرص مخدوش العدسه بتاثر على قراءه العدسه، يعني هالخدوش هي بتسوي حاجز، يعني مثل حاجز بتسويه بين راس العدسه وبين البيانات المكتوبه على القرص. كمان ممكن انه يكون العدسه تبع السواقه فيها ضعف. الحل الوحيد هو انه نفتح السواقه من جوا، في عيار للليزر تبع العدسه ممكن نقويه شوي او نضعفه حسب ما تصير تقرا معنا. بهالحاله اذا ما زبطت يعني العدسه اكيد بدها تغيير. طبعا ضعف العدسه بيصير من كتر ما مثلا من ندخل
أقراص مهطوبة أو منتابع مثلا فيلم DVD عن طريق السواقة بشكل مباشر. يعني بهالحالة يعني إذا يفضل إنه ننسخ مثلا الفيلم أو الملفات على جهاز الكمبيوتر ونتابعها من هونيك أفضل. ليش؟ لأنه هذا بيأثر على العدسة، بيأثر على العدسة وعلى قراءة العدسة. يعني مشان ما نتعب السواقة فالأحسن إنه نحن ننسخ الCD على الكمبيوتر وبنتفرج عليه بهي الطريقة. طبعا شيء أكيد. طيب بالنسبة لسواقات اللابتوب؟ بالنسبة لسواقات اللابتوب كمان هي مثل سواقات الكمبيوتر العادي، في لها نوعين كمان، ساتا و IDE. طبعا الساتا بتجي مع الموديلات الحديثة. كمان بالنسبة لمشاكلهم يعني المشاكل بتتشابه مع بعضها، مشاكل القراءة أو طريقة المحافظة على العدسة هي نفسها تبع الكمبيوتر، السواقات تبع الكمبيوتر العادي. بس في عنا شغلة من ناحية الباب إنه ما بيفتح سواقة اللابتوب ما إلها قشاط أبدا، في إلها وشيعة موجودة على ضفر على شكل قفل. يوم نضغط على الكبسة طبعا بيسوي مثل تحريض مغناطيسي لحتى يفك القفل ويطلع الباب. طبعا هاي الطريقة أفضل من السواقات العادية إنه ما فيها قشاط. طبعا إذا كان المشكلة بالسواقة يعني إنه السواقة بتشتغل وبشوفها ممكن الكمبيوتر يتعرف عليها والباب ما عم يفتح، ممكن انه يكون في تلف بالوشيعة او يكون في تعليق بالاظفر القفل. طبعا هي حلتها عن طريق اما نبدل هاي الوشيعة او نشوف حتى اذا ممكن مع مرور الزمن يعني تشكل عليها مثلا غبرة تأثر على فتحة الباب تبعها. اي طيب ما لها طريقة مثل هديك انه نفتحها؟ طبعا كمان في لها ثقب مثل السواقات العادية. ممكن في حال الباب ما بيفتح ممكن كمان نحط فيه ابرة نضغط عليها فالباب رح يفتح معنا، يعني اذا كان في قرص علقان جوا. طبعا بالنسبة للسواقات اللابتوب والسواقات العادية في عالم كتير يعني الباب تدفشه بإيده دفش، هذا الشيء غلط. يعني لازم عن طريق الكبسة. مرات يعني حتى أولادنا بيحطوا مثلا قرصين أو 3 فوق بعض يخلون جوا السواقة. طبعا هذا بيأثر جوا أما على الموتور أو على العدسة، ممكن واحد منهم يعني يفلت يضرب راس العدسة. نتشكرك كتير علي. أهلا وسهلا. گوهدارن هجا ام گهان داویا خلق خویا ایرو ام بهیوینا گو خلق عمل گوری دلوه به و هن سودا جوار گرت به و حتی خلق کادن جوه کوشی هن بمینن دخوشیه ده.